السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا كبدة متبلة، وهنشوف الريفيو بتاعها اذا كانت حلوة واذا كانت افتكاسة ولا انتكاسة. تعالوا نشوف الكبدة الاسكندراني المتبلة من شركة سو جود، ومعاها عملت شوية سلطة بيضة، سلطة طحينة قصدي، وهنشوف الكبدة حلوة ولا مش حلوة. هنعمل لها ريفيو تقييم ونشوف. ادي كبدة اسكندراني من شركة سو جود زي ما انتوا شايفين اهو، كبدة اسكندراني متبلة. هنشوف ايه التوابل اللي فيها وايه الحاجات اللي فيها، وممكن نضيف لها ايه وما نضيفش ايه، وهنقول كل حاجة، بس كملوا معانا للنهاية. اولا الكبدة دي 400 جرام، يمكن يكون واضح قدامكم على العلبة اهو من تحت ناحية المقص. دي 400 جرام ب60 جنيه. بس انا لما فتحتها يعني الحمد لله الكبدة بصراحة صافي، ما فيهاش يعني دهن، ما فيهاش ابيض خالص، ما فيهاش شحم يعني زي ما انتوا شايفين اهو. بس خلوا بالكم من اسم الشركة، اسمها سو جود. سو جود كبدة متبلة اسكندراني، الكيس 400 جرام. هنجيب طاسة ونحط فيها شوية زيت حلوين، وننزل بيهم في توم مفروم وفلفل اخضر. لما فتحت الكبدة ما لقيتش فيها توم مفروم ولا فلفل، فعشان كده انا زودت عليها، لان الكبدة اسكندراني لازم تتعمل كده، وفعلا في النهاية ادتنا نتيجة كويسة. ونزلت عليها بالكبدة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، ادي شايفينها يعني صافية خالص وما فيهاش يعني اي حاجة. بس هي طبعا ما تضيفوش ملح، مش محتاجة ملح، فيها توابلها وملحها يعني مظبوطة. هنقلبها كويس ونقلبها في الزيت ومع الثوم والفلفل، وانا زودت عليها شوية فلفل اسود بسيطة كده عشان بحب معاها الفلفل الاسود، وكمان زودت توم تاني. وحطيت يعني ايه عصرة ليمون كده، نص ليمونة ما كملتهاش عشان خفت يكون فيها ليمون. طبعا انا اول مرة اجربها، بس بعدين اكتشفت ان هي ما فيهاش ليمون يعني خالص. فعادي يعني ممكن تحطوا نص ليمونة مثلا، عصير نص ليمونة يعني. ودي شايفين شكلها عامل ازاي، والفلفل فيها والثوم عامل ازاي. يعني ممكن تعملوها بزيت اكتر، بس انا اكتفيت بكمية الزيت دي، لان في المطاعم بيعملوها بزيت غزير يعني. وادي هنعمل سلطة الطحينة. معانا طحينة وشوية توم مفروم، وهننزل عليهم بشوية مية سخنة من الكتل زي ما انتوا شايفين كده. وحطيت لها نص ليمونة، وهنحط لها كمان شوية خل صغيرين قوي، وشوية بقدونس كمان او كزبرة خضرة. ادي شوية خل، وحطيت لها شوية مية اهو، مية سخنة. المية السخنة بتساعدنا ان احنا نفك الطحينة بسرعة، يعني ما تاخدش وقت معانا. شايفين اهو بمنتهى السلاسة ايه فكت معانا. زي ما حضراتكم شايفين. ومعانا كمان شوية بقدونس، وضفت لها شوية ملح، وكمان شوية فلفل اسود زي ما انتوا حابين يعني، شوية زيت.
وشوية بقدونس. انا كان عندي بقدونس، انا بحب احط لها كزبرة خضرة برضو بتديها طعم حلو جدا، بس ما كانش عندي غير شوية بقدونس كده، حطيتهم عليها اداها طعم برضو حلو، وكانت طعمها لذيذ. حلوة جدا جدا جدا. نيجي بقى للكبدة بعد ما عملناها زي ما انتوا شايفين اهو، والسلطة الطحينة معاها زي ما حضراتكم شايفين. شكلها طبعا تحفة. لسه هنيجي بقى هندوقها ونقول الطعم بتاعها عامل ازاي. يلا بينا نشوف التفاصيل بتاعتها. دي بنتي بقى كانت مصرة تطلع في الكاميرا، يعني ما كانتش مدياني فرصة ابدا ان انا اصور كويس. الساندوتش الاولاني حطيت فيه سلطة الطحينة وحطيت الكبدة، بعدين افتكرت ان انا لازم ادوقها هي الاول وحدها، فاضطريت اعمل ساندوتش تاني عشان ادوقها الاول لوحدها وبعدين اجربها بالطحينة عشان اقول لكم رايي فيها بالظبط، ويعني حلوة ولا وحشة، توابلها كتيرة ولا كويسة، وكل حاجة. ادي الساندوتش التاني قررت ان انا ايه احط فيه كبدة بس، وادوق واقول لكم النتيجة ايه. خليكم معايا عشان تعرفوا الطعم يعني عامل ازاي. ادي الساندويتش، وهضطر اقسمه الاول عشان نعرف ناكله كويس ونحكم عليه. جبت السكينة هقطعه اهو قدامكم، اللي هو من غير طحينة عشان نحكم على طعم الكبدة لوحدها عامل ازاي. انا شايفة طبعا ان سعرها كويس جدا في الغلا ده، 400 جرام ب60 جنيه، يعني 800 جرام يعني يعتبر كيلو. 800 جرام ده يعتبر كيلو، منقصين منهم الدهن. الكبدة دقت اول مرة، قلت هدوق تاني علشان احكم كويس. هي طبعا باينة من اول مرة، بس انا حبيت اتأكد اكتر من الطعم. بصراحة لذيذة جدا، وطلعت افتكاسة مش انتكاسة، ولذيذة جدا جدا. وعايزة اوريلكم بقى الساندوتش التاني، هقسمه علشان اشوفه بالطحينة عامل ازاي. طبعا احنا بنشتريه من اي مطعم بيبقى الكبدة عليها طحينة، فحبيت برضو اشوف طعمها بالطحينة عامل ازاي. زودت طحينة تاني كمان على الوش عشان نحكم كويس. بفكر بقى حلوة ولا ايه؟ بس طبعا مش محتاجة تفكير، انها فعلا فعلا حلوة والله. جربوها تعجبكم. انا يعني هجيب منها تاني ان شاء الله. انا جبتها نص كيلو كده، 400 جرام بس، كيس واحد يعني، علشان اجربها معاكم واشوف طعمها ايه. ولو عجبتني يعني مقررة ان انا هجيب منها تاني لو عجبتني. فالحمد لله عجبتني، طعمها لذيذ جدا، وبعدين موفرة. احنا لو جبنا سندوتشات من اي مطعم هنلاقيها غالية جدا. باي باي.